النبي شفت العيال مش عارفين نتكلم كلمتين على بعض من العيال. يا واد بس انت هو بهدلتوا الدنيا لخالكوا. يا اللي كسوف والنبي خالكوا يقول علينا ايه دلوقتي؟ ما تسيبيهم يا بنتي يلعبوا، ايه خالهم هيقول ايه؟ شقة خالهم وخير خالهم، ما تسيبيهم يلعبوا براحتهم. ازاي بقى يا ماما بهدلوا الدنيا وكسروا الدنيا؟ يلعبوا يا بنتي مش عيال، ما تسيبيهم يلعبوا ياخدوا راحتهم. ماشي ما نروح حاضر. بقول لك ايه يا ماما؟ يعني ينفع حماد اخويا كده بعد ما جال هنتغدى سوا يتاخر وناكل انا وانت العيال كده؟ والله يا بنتي اخوكي غصب عنه، الوليه قامت بدري وطبخت وجهزت الغدا وروقت، حابه رنوا عليها قالوا امك تعبانه قوي. راح اخوكي خدها راح يوديه، هو هيجي وهي تبات هناك، وبعدين هو زمان جاي. يعني هي هتبات هناك؟ اه. طيب يا اختي لاقيه حظها. ماشي يا ماما. بقول لك ايه يا ماما؟ انا جاي ما هاخد العيال وامشي عشان اتاخرت. ما تستني يا بنت اخوكي زمان وجاي. لا يا دوب ما انا قاعده من بدري. يلا 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 انت وهو. انا غلطانه ان انت اجيبكم معايا تاني. يلا يا بنت اخوكي زمان وجاي، استني زمان وجاي يا حبيبتي. اطلعوا قدامي. انا غلطانه ان انت اجيبكم معايا تاني. ايه ده حماده اخويا؟ ايه يا سهام؟ تعالى يابا. حماده جاي يا ماما. ايه انتوا ماشيين ولا ايه؟ ماشيه في البدري ليه كده؟ يا دوب كده بقى يا حماده. عايز حاجه يابا؟ عايز سلامتك يابا. معلش والله العظيم انا كنت عايز اتغدى معاكي بس غصب عني والله. اصحينا بدري، نور عملت الغدا واتصلوا عليها هناك قالوا لها امك تعبانه، خدتها ورحنا يابا. قعدنا شويه واتغديت هناك والله. سيبتها هي مع امها عشان امها تعبانه قوي، وقلت انا اجي بقى اقعد معاك شويه قبل ما تمشي. ما تقعدي يا بنتي معايا شويه. لا عشان مش هتاخر بقى يا حماده. لا اله الا الله، يعني ينفع كده؟ لسه في البدري والله على فكره. ما تاخرتيش ولا اقعدي شويه، ولو اتاخرت هوديك. لا يا دوب بقى يا حماده. طيب يابا الله عايز يبارك. حاجه يابا؟ عايز طبعا. عايز ايه يا تعال. حماده؟ في ايه اللي بهدل الحته كده؟ العيال يا اخويا. يا عيال اختي جرود ربنا يخلي الله يبارك لك فيهم يا رب، ربنا يخليهم لك. مش قلنا حاجه، بس انت دلوقتي عايزه تسحبي بعضك وتمشي وبتقولي عايز حاجه. عايز روج الحته اللي كنت قاعده فيها. وبعدين انتوا اتغديتوا ومرات اخوك مش في البيت، هتلاقي دلوقتي المواعين اللي انت كلت فيها سايباها زي ما هي. مين يغسلها؟ امك مش قادر. المفروض انا مش هقول لك، المفروض تبقى حاسسها قدام نفسك. يعني ايه عايز حاجه؟ عايزك تروج الحته اللي كنت قاعده فيها وتغسلي المواعين اللي انت كلتي فيها يا سهام. الكلام اللي انت بتقوله ده يا حماده ينفع اللي انت بتقوله ده؟ عاجبك؟ لا مش عاجبني طبعا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حماده لاختك؟ انت كده بتشتم اختك بالزوج وبتطردها بالزوج. انت عايز تاخد عيالها وتمشي ما تجيش تاني؟ خش اغسلي مواعين وروج الحته اللي عيالك بهدلوها. مش ينفع كده يا حماده. انا غلطان؟ لا مش غلطان ياما. وبعدين ايه اللي انت بتقوليه؟ انا اطرد اختي؟ انا انقطع لساني؟ هو انا بقيس حد في الدنيا جد اختي وعيالها على راسي؟ بس يا شيخه حتى احنا بنتكلم في دين. الواحد ينظف الحته، يروج الحته ورا اللي كان قاعد فيه. مش انت اللي كنت قاعده؟ انت جيتي يابا وقعدتي وخدت راحتك في القعده واتغديتي وعيالك بهدلوا الحته وكسروها على قلب زي العسل. بس قبل ما تمشي يا سهام روج الحته اللي كنت قاعده فيها ياما عشان مرات اخوكي مش هنا. روج الحته اللي عيالك بهدلوها وخش اغسلي المواعين اللي انت كلتي فيها. انت كمان بتكررها تاني يا حماده؟ تصدق بالله من عند اخلالك بيت تاني. اوعى كده، اوعى يا شيخ. لا حول ولا قوه. يلا انت وهو. يا بنت استني. طب هفهمك انا. طب هقول. طب انا هقول. طب قولوا لي انتوا شايفين ايه؟ اختي جت من الصبح قعدت مع امها، عندها عيلين بسم الله ما شاء الله ربنا يخليهم ليها يا رب، جرود بهدلوا الحته وكسروا الحته اللي هم قاعدين فيها. واختي اتغدت وشالت المواعين زي ما هي حطتها في المطبخ ما غسلتهاش. ومراتي مش بايته في البيت وامي مش قادره تعمل. وانا طالع جبلت اختي وانا داخل هي جبلت اختي هي مروحه بتقول لي انا ماشيه. قلت لها قبل ما تمشي روجي الحته اللي عيالك بهدلوها واغسلي المواعين اللي انت كلتي فيها. هل انا كده غلطان؟ هل انا كده بطرد اختي ولا انا عداني العيب؟ انت شايف ايه؟